البلد، وإلا هيتاكل على قفاه وهيتعلق على الصليب وهتدق المصابيح في ايديه وهيتبصق على وجهه وهيقولوا له تنبأ لنا مين اللي رنك على قفاك. نعم. طيب سيدي الكريم، انا هرد بالجزئية دي، هرد انا في الجزئية دي يعني بجملة اللي انا قلتها من شوية، اللي هو ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بإرادة أبي الذي في السماوات. وسوف يقول لي كثيرون في ذلك اليوم يا رب يا رب أليست باسمك تنبأنا وباسمك طردنا الشياطين وباسمك عملنا معجزات كثيرة، ولكني عندئذ أصرخ لهم إني لم أعرفكم قط، ابتعدوا عني يا فاعل الإثم. المسيح يا سيدي الكريم ينكر معرفته يوم القيامة بمن قال له في الدنيا أو قال عنه في الدنيا يا رب يا رب، وبين لهم صراحة من خلال ما ذكرت لك أن من يفعل ذلك فهو فاعل الإثم. فلو أنه ادعى أنه إله، لماذا يتنكر ممن قالوا له يا رب في الدنيا ووصفهم بفاعل الإثم؟ لماذا؟ لا تقول لي بقى أنبا يؤنس ولا أنبا بؤطر ولا أنبا فاسكونيا، كل الناس دي ناس بتمشي وراء بدع هي من تبتدعها، هم من يبتدعون تلك البدع. يا سيدي الكريم للحفاظ على صورة المسيحية، ولكن الجميع يعي جيدا حقيقة المسيح. نعم. طيب احنا بنشكرك في نهاية حلقة اليوم يا اخي والله، واتعبناك ونرفزناك، والانبا يؤنس مثلث الرحمات يعني علامة الكنيسة. انا عارف ان هو ضايقك قوي بس معلش، اي علامة الكنيسة واي بطيخ اي بطيخ اي كنيسة. مش ده الانبا يؤنس اللي منع، اللي ارسل لجميع ابرشيات الكنيسة المصرية بمنع كتب مكاري يونان نبيع في مكتبات الكنيسة، وتحذير من قيام مكاري يونان في طقوسه الكنسية. ومكاري يونان اصل ده سافل، اصل مكاري يونان ده معتوه، اصل مكاري يونان. وبعد 3 ايام لما مكاري يونان راح له وهبشه شوية بقى مكاري يونان كويس حبيبي الأنبا يؤنس اللي انت بتتكلم عنه افتح بقه بالصدفة، حط له فيها فلوس، بقيت حبيبه وبقيت من رجالته. اقفل السلطة وما تدلوش فلوس وما تدلوش وقت واعتبره عيل تافه يقوم عليك ويقوم عليك المجمع المقدس بالكامل. هو ده الأنبا يؤنس. دي معلومة انا بقولها لك بمنتهى الثقة. انا ان شاء الله مش هجيب سيرة الأنبا يؤنس ده تاني لانه بيضايقك جدا، واضح ان هو يعني من زبالة الكنيسة مش علامة الكنيسة. من زبالة الأنبا يؤنس دوت بالذات، انا لو شفته في مكان انا مش عايز اقول هعمل ايه فيه بصراحة. لا معلش يعني، لكن مش بعيد يعني طبعا. يعني اللي هيسمعني مكرم وجهه يعني ممكن اقلع الجنب واضربه بيها على وشه. يعني احنا ممكن اقل شيء ممكن نعمله، لانه السبب الرئيسي في عذاب من اعترفوا الاسلام من المسيحيين، هو السبب الرئيسي هو صلاح نصر المسيحية الأرثوذكسية في مصر. نعم. طيب يعني هو الأنبا يؤنس نسأل الله ومساعدة إخوانه بقى بتوع دير أبو مقار وبتوع دير الأنبا بشوي الحلوين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الظالمين بإساءتهم، ونسأل الله لنا ولك الهداية ولجميع الإخوة المسلمين ولجميع الإخوة المستمعين. اللهم امين يا رب العالمين. احنا اسفين على ازعاجك يا اخي والله، لكن يعني احنا نتمنى ان يعني يكون العمل يلقى القبول عند الله سبحانه وتعالى بمشيئة الرحمن. ونسأل الله العفو والمغفرة، وأن يجعلنا من الصالحين التائبين الراجعين إليه في كل صغيرة وكبيرة. اللهم امين. الأصحاح 7. ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي صنعة يدي صناع، سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج، بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن،
ثدياك كخشفتين توأمي ضبية، عنقك كبرج من عاج، عيناك كالبرك في حشبون عند باب بث ربين، أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق، رأسك عليك مثل الكرمل، وشعر رأسك كأرجوان، ملك قد أسر بالخصل. ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات، قامتك هذه شبيهة بالنخلة، وثدياك بالعناقيد. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها، وتكون ثدياك كعناقيد الكرم، ورائحة أنفك كالتفاح، وحنكك كأجود الخمر. لحبيب السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين. أنا لحبيبي وإلي اشتياقه. تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل ولنبت في القرى، لنبكرن إلى الكروم، لننظر هل أزهر الكرم، هل تفتح القعال، هل نور الرمان. هنالك أعطيك حبي. اللفاح يفوح رائحة، وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذخرتها لك يا حبيبي. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء،
ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير.